السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل الفسيخ الجامد ده. اول حاجة ان بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجة انا جبت السمك البوري، غسلته نضفت بطنه كويس جدا. نضفت بطن، انا اول مره اعمله تنظيف بعد ما نضفت بطنه. انا كل مره بعمله ما بفتحوش، بس المره دي هعمله معاكم تجربه كده اهوت وانا فاتحه بطنه. نضفته كويس، غسلته وغسلت عند الخياشيم ونضفته كويس جدا، وسبته ينشف خالص من الميه، يعني مفيهوش ولا نقطه ميه. السمك ده بقالي يعني من امبارح انا غسلاه وسايباه في المصفى كده على بطنه علشان يصفي اي نقطه ميه، ودلوقتي كملت عليه تنشيفه، بس يعني اتاكدت ان هو مفيهوش ولا نقطه ميه. هجيب ملح خشن، هنحط دول كده معلقتين من الشطه، ومعلقه من الكركم، معلقتين معالق البهارات. يعني انا حطيت من معالق البهارات معلقتين شطه ومعلقتين كركم. هنقلب الخليط ده كده مع بعضه كويس جدا، وهحط مكون تاني دلوقتي اوريهولكم. هنا بعد ما قلبته كويس كده اهوت، انا هنجيب المكون التاني اللي هو معلقه من الدنكار، نص معلقه كبيره من الدنكار، نص معلقه. عندك دنكار ماشي حطيه، ما عندكيش دنكار حطيهوش، ما فيش مشكله خالص. احنا في الشتاء ان شاء الله مش هيحصل اي حاجه. مع الملح قلبت، وانا زودت كمان حبه ملح تانيين عشان لقيت الشطه كده حبه كتير والكركم، فانا زودت كمان حبه ملح. كده قلبت الخليط كويس جدا، وكده انا هنحطهم جوه اكياس، وبعد الكياس هحطهم في حاجه. انا هملح في كيس سمكية مغسولة كويس وناشفة جدا، والخياشيم بتاعتها حمرة وجميلة. هتكبسي الخياشيم بالملح الخشن. ما عندكيش ملح خشن مش مشكلة، جيبي ملح ملح عادي كده. زي ما بقولك شايفة كده بكبس الخياشيم كويس بالملح. افتحي الخياشيم وكبسيها بالملح، وهتحطي حبة في البطن من جوه، حبة مش كتار، بس الخياشيم هتكبسيهم جامد قوي بالملح. كده هوريكي واحدة كمان اهو. بصي كده ظبطت، بوريكي السمك، وادي كمان سمكية حاملة الخياشيم بتاعتها. كبسي الخياشيم جامد بالملح، اي حبة ملح يقعوا تاخديهم. الدنكار ده بيمنع الدود، هو ده بتاع دود المش لو تفتكروه او تعرفوه. بيتحط للمش، بيتحط الحفاظ على المواد الغذائيه عشان ما تدوتش او ما تبصي. وانتي هتحطي نسبه بسيطه جدا، يعني انا حطيت على كل دول معلقه، تعتبر يا اما معلقه صغيره او نص معلقه كبيره. انا حطيت نص معلقه كبيره. بصي الخياشيم بملاها ازاي، كبسي كبسي فيها جامد. وزي ما قلت لك ملح خشن مفيش مش مشكله، مش لاقياه يعني وبعيد عليكي ومش قادره لاي سبب يعني، حطي الملح بتاعنا بتاع الطعام العادي. كده الكيسه اهي اللي قلت لك عليها، كذا كيسه في قلب بعض، وهنحطهم. تحطي مثلا صفة سمك ورشة ملح بسيطة. هنحط 3 سمكات جنب بعض، وهنرش الملح. بصي
رشة ملح كده مش جامدة، مش عايزين السمك يبقى مالح. هنحط صفة تانية من السمك ورشة ملح، صفة ورشة ملح، صفة ورشة ملح، لغاية لما تخلصي السمك اللي عندك. حبة الملح اللي فاضلين من السمك هتربطي بقى كويس عشان خاطر مش عايزين هوا يخش في قلبه. خرجي الهوا منها وربطي كويس. انا بقى سبتهم في نفس الصينيه دي كده اهوت، نفس الوضع كده اهوت، وكنت كل يوم اقلبها مره الصبح ومره بالليل، على كل مره اقلبها على الوش التاني عشان خاطر الميه بتاعت السمك تيجي للسمك كله. المره دي من هنا والمره الجايه من الوش التاني، المره دي من هنا المره الجايه من الوش التاني، لغايه لما خدت الايام كلها بتاعت تمليح السمك. السمك ده خد قد ايه؟ خد 15 يوم في الملح، لان احنا في الشتاء، خد 15 يوم. حطيته بس طلع بسم الله ما شاء الله. هوريه لكم دلوقتي. كده جبت اكياس تانية وبرضو هربط، وهي مقلوبة حطيتها على الوش التاني وربط، عشان انا مش عايزة المية اللي فيه تطلع، وعايزة كل مرة هقلبه مرة على الوش ده ومرة على الوش ده. اهو كده سبته بالوضع ده، وكل يوم كنت بقلبه على مرة الصبح ومرة بالليل على الوش ده من الوش ده. كده هيقعد 15 يوم زي ما قلت لكم. كده بعد 15 يوم وزي ما قلت لكم كنت كل شويه اقلبه من هنا لهنا. هتجيبي مقص ولا سكينه ولا اي حاجه وتفتحي الكياس. بصي السمكيه، انا كنت كل يوم ببص عليها واشوفه، خايفه يحصل له حاجه يبوظ ولا حاجه، بس الحمد لله طلع كويس. كده هننضف سمكتين، هنوريها لكم من جوه بعد التنظيف شكلها ايه. كانت الحمد لله جميله جدا، وكمان كانت مش مالحه خالص، كانت عادبه وجميله الحمد لله. بصي من قلبها من جوه احمر ازاي. كده شيلي سلسله الظهر وتبداي بقى تنضفيها زي ما بتنضفيها كل مره. كده بالسكينه هنشيلها من الجلد. شوفي انتي بقى بتنضفيها ازاي وطريقتك ازاي في تقديمها، قدميها بالطريقه اللي تعجبك. انا اساسا بنشيلها خالص من الجلد وبقطعها وبناكلها كده غموس، يعني في ناس بتاكلها كده على بعضها مش عارفه ازاي، بس المهم كل واحد يعملها بطريقته وبالطريقه اللي تريحه. انا كده انا بشيلها من الجلد خالص ونشيلها من الشوك ونشيلها من كل حاجه ونحطها. زي ما قلت لك كانت حلوه وجميله وعادبه. اعمليها في البيت انضف واحسن وتبقى
صنع ايديكي، ومعروفة تاريخ انتاجها امتى وعملها امتى. مش يعني مفيش الاضرار اللي بنلاقيها مع الفسيخ الجاهز اللي بره كده. الفيديو بتاعنا يا رب يكون عجبك ونرضاكي، ولو وصلتي معايا لغايه كده هو يا ريت تعملي لي لايك وشير واشتركي في القناه لو مش مشتركه، وفعلي زر الجرس يوصلك مني كل جديد. كده اهو بتطلعي اللحم منها خالص، وهبدأ بقى اقطعه واشيل لو لقيت شوكة ولا حاجة اشيلها ونقطعها ونحطها في الطبق. كده نضفته، كده خدت السمك اللي انا محتاجاه او الفسيخ اللي انا محتاجاه، وده الباقي هنحطه في العلبة دي. ده بقيته هنخليه في العلبة زي ما هي كده اهوت، واغطيها واحطها في مكان في اي حتة بقى. خلاص هو استوى، هتحطيه في التلاجة، هتحطيه بره براحتك. هنجهز بقى الفسيخ، هنعصر عليه ليمون وزيت بس. زيت بس يكون زيت حلو كده طعمه حلو، ما يكونش زيت كده ولا كده، يكون زيت طعمه حلو. وهتحطي عليه الليمون وكده اهوت، وبالهنا والشفا. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم ونرضاكي واستحسانك. اعمليه في البيت، هتوفري على نفسك كتير جدا، وهتعملي حاجه نضيفه انتي عاملاها بايديكي تاكليها لولادك. وشكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في امان الله.